مساء الهنا والسعادة على عيونكم، يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة قلت أدلعكم بقى ونحشي الديك الرومي ورق عنب يا جماله. شايفين شكله حلو قد إيه، وسر الإضافات دي اللي هتطلعه لكم زي طعم الفنادق وأجمد كمان. وهنفلفل مع بعض كده شوية بقى رز بسمتي، وسر الخلطة اللي هتطلعه لكم بجد طعم وريحة يجنن، وكان قالب الدنيا عندي. شايفين مفلفل قد إيه. تعالوا بقى نشوف العزومة الجميلة بعد ما عملتها وقدمتها كانت بالشكل الظريف ده. بس سامحوني واعذروني ان انا صورت بسرعة شوية لان ما كانش في وقت بقى وخلاص. هنقعد كلنا نتغدى مع بعض. شايفين قد ايه طالع بيشهي، والورق العنب دايب طعم وريحة الفحم بجد عامل عظمة. طبعا المقبلات اللي لا غنى عنها سلطة خضراء، والصوص اللي خارج من الرومي، سلطة زبادي والدقوس. ويلا بينا نبدأ بسرعة ونشوف عملنا الجمال ده مع بعض ازاي. هنسمي الله وندخل في الخلطة على طول. في خضرة، في رز مصري مغسول كويس، في بصلاية مقطعاها ناعم صغير. باقي الخضرة نزلت بيها بالشكل ده. هبتدي انزل بالصلصة، طبعا شايفين حمرا وجميلة قد ايه، انا بحبها تبقى حمرا كده. لو ما كانش بنضيف معلقة كبيرة من الصلصة، شوية من الفلفل الاسود، شوية من الكمون، شوية من الكزبرة الناشفة. دي الحاجات دي كلها مفيدة جدا، هي اللي بتطلع التست العالي للمحشي. وطبعا الملح، وشوية من اي زيت طعام عندنا. هقلب كل الخلطة دي كويس جدا مع بعض بالشكل ده. شايفين طالعة جميلة قد ايه، ما شاء الله تحفة. وده ورق عنب مخزناه في البيت وعملته معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. شايفين طالع قد ايه ناجح، ما شاء الله اللمعة لسه فيه، وطالع طري كده وجميل في منتهى الجمال، ولا متكسر ولا اي حاجة. متهيألي مفيش اجمل من كده، وطبعا هتوفري كتير جدا لان الموجود حاليا في السوق غالي جدا. تعالوا بقى نجرب واحدة كده مع بعض، شوية صغيرين من الرز، وابتدي يمين في شمال كده وابرم كويس جدا. ما نكترش من الرز عشان يطلع معانا الورق العنب طعمه طالع ومزز وجميل. هنعمل منه كمية وهنركنه على جنب. تعالوا نشوف آخر مرحلة للديك الرومي. طبعا غسلته ونقعته كويس جدا جدا وصفيته، ودي آخر مرحلة قبل ما نبتدي نحشيه. هجيب قطاية كده وابتدي اعمل له مساج وادلكه كويس جدا بالقطايه دي مع شويه الليمون الحلوين، لان ده بيطلع طبعا اي زفريات موجوده فيه، وبتخلي ريحته جميله وبتديله تست عالي جدا. فطبعا هنبتدي نشتغل فيه كده، نجيب اي قطعه عندنا تكون طريه شويه عشان تسهل ان الصوص بتاعها يتشربه بسرعه. وطبعا مع ليمون كتير. وهاجي بقى للبهارات، ملح فلفل كمون شويه جنزبيل وبابريكا، وبقلب كويس جدا. وببتدي بقى ايه، اعمل مساج تاني للديك الرومي، وابتدي اشبع الديك بالبهار اللي احنا بنضيفه ده من كل الجهات بقى، تحت الجلد وفوق الجلد وفي المسام اللي انا مفتحاها بالسكينه دي، عشان الصدر طبعا ما ياخدش وقت في التسويه ويستوي معايا بسرعه ويطلع جوسي كده وجميل. وهو فعلا اوريدي طلع جوسي جدا وطعمه في منتهى الجمال، والتتبيله كانت واصله لاخر لحظه. تعالوا بقى نشوف التتبيله التانية اللي هو بصل. وبعد كده هنضيف له قوطه، طبعا انا هحط من كل حاجه اتنين، يعني بصلتين قطيتين، لان ما شاء الله حجم الديك بتاعي كبير شويه، فانا محتاجه ان انا اشبعه بالبهارات دي او بالخلطه اللي انا عاملاها. هبتدي اجدف له شويه حلوين كده من التوم، طلع كتير فابتديت ان انا احط في كل فتحه من الصدر فص التوم كده، بيدي برضو طعم حلو قوي في الاخر. وبعد كده هبتدي اشوف باقي الوصفه بتاعتي. شويه بقى من البابريكا، شويه من الفلفل الاسود، طبعا يعني كتروا شويه من الفلفل الاسود اللي بيدي تيست حلو قوي. جنزبيل بيفرق جامد في اي خلطة لحوم انا بعملها، بيبقى التيست بتاعه عالي جدا. بعد ما بضرب كل ده في الكبة بضيف اخر حاجة الملح، لان انا نسيت اضيفه في الاول. مقدار معلقة كبيرة من الملح عشان اديك الطعم كويس، بس عشان المعلقة عندي صغيرة ضفتها على مرحلتين وقلبت كويس. وبضيف تاني ليمون كلاكيت 10 مرة، لان الحاجات دي بتحتاج كمية كبيرة جدا من الليمون. بيديها تيست حلو وبيضيع اي ريحة، وبيديها مزازة جميلة كده مع الملح، مع معلقة من السكر بيبقى خطير. ببتدي أتبل كل ده كويس جدا. بدخل بقى ايدي كده تحت الجلد وفي البطن وبين الفخاد، وما شاء الله في كل الجهات يعني. بشربه كويس قوي. وبعدين بكمل بقى الورق العنب. انا قلت اعمل واحده اخيره لاني اوريدي عملت كميه كبيره جدا، طالع كله مقاس واحد زي ما انتم شايفين، ولون الخضار بتاع الورق العنب زاهي قوي. فعايزه اقول لكم احلى وصفه لتخزين الورق العنب هتشوفوها عندي. طبعا انا اديت ارضيه كده من الكرفس، وطبعا شويه من الجزر بيعلي التست قوي وبيدي طعم تحفه طبعا. هبتدي بعد ما خلصت الارضيه كده هبتدي ارص الورق العنب. طبعا عملت الكميه كامله عشان ارصها على طول واحنا شغالين. يعني ممكن تدوا كده طولي في عرضي، في طبعا تحت الجلد، جنب الوراك،
كل ده هابتدي أملاه قد ما أقدر. هو الديك بتاعي بالضبط خد حوالي نُص كيلو من الورق العنب، الطبق اللي أنا عاملاه ده مقداره نُص كيلو بالضبط. فما شاء الله استوعب، ابتديت إن أنا يعني أضغط عليه شوية وأفتح كده ما بين الجلد والورك، وابتديت إن أنا أوصّل كل الكمية اللي أنا عملتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. ما شاء الله طالع حلو أوي وبجد يشرّفِك في أي مناسبة. شوية فلفل spicy، شوية شرايح ليمون، طبعًا عصرة الليمون اللا غنى عنها، أنتم عارفين أنا باحب الليمون قد إيه وبيفرق جدًا في الأكلات اللي زي دي، شوية من الكرفس. ما فيش دلع أجمد من كده، يعني استحالة في الفندق أو في المطعم يعملوا لِك بالطريقة دي أكيد. شوية من رشة الملح، وطبعًا شرايح البصل اللي أنتم شايفيه في الأرضية دي، شوية كمان من الفلفل الأسود، التوم، كل ده بيعلّي النكهة بتاعة الورق العنب، وطبعًا هيطلّع طعم الديك أحلى بكتير. طبعًا هنقفّل بقى ورق زبدة وعليه ورق فويل، وباقفّل كويس جدًا بالطول وبالعرض لحد ما الديك يتكمر كويس. بس قبل ما أدخّله الفرن باكون ضايفة له كوباية من الشوربة على الورق العنب نفسه، وتحت في الأرض باضيف كوباية شوب من المَيّة واسيبها بقى على النار هادية تستوي براحتها. بيقعد من 4 ل5 ساعات. تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا، شوية من البهار المشكل ويكون صحيح، ده مهم جدا. فلفل اسود وكمون وكزبرة، شوية من عيدان القرفة، ورق لوري، حبهان، لومي، كل ده هقلبه كويس جدا لحد ما يسخن كده مع الزيت وابتدي الفليفر بتاعه تطلع. الرز البسمتي بكون غسلاه كويس وبعد كده بنزل بيه. ما تكتروش من الدهون يعني الزيت والزبدة، عشان في إضافة حلوة جدا هقولكوا عليها واحنا شغالين. وبعد ما نزلت بيها ابتدي اقلب واشوح كل الكلام ده كله مع بعض، عشان الرز يتشبع ويتبل بالمكونات اللي احنا ضفناها او البهارات اللي احنا ضفناها مع بعض. طبعا ميه من الكتل لازم تبقى مغليه عشان تسرع التسويه ويطلع معانا التسويه مظبوطه. وطبعا كلنا عارفين ان الرز البسمتي بياخد كميه اكبر من الرز المصري في الميه. هبتدي اظبط الملح الاول وبعد كده اظبط مستوى الميه. هبتدي اضيف شوب كبير كمان لان الميه لازم تبقى ارتفاع عقلتين أو عقلة ونص على الأقل. وبعد ما بقلب كويس جدا بغطي عليه وبسيبه على نار متوسطة بعد ما بيغلي. هنا بقى هجيب الصوص اللي خرج من الرومي وهبتدي أشبع بيه وأتبل بيه الرز. بيطلع طعمه يجنن يجنن، مش هقدر أوصف لكم قد إيه لأن الصوص بيبقى دسم شوية، فببتدي أظبط نسبة الدهون فيه. عشان كده قلت لكم وانتوا شغالين ما تكتروش الزبدة والزيت في الأول. شايفين ما شاء الله طالع جميل مفلفل، اللمعة اللي فيه تحفة، الريحة كمان قلب الدنيا. وبكده العزومة بتاعتي بقت جاهزة. عملت شوية مقبلات بس أنا قبل كده عملتها معاكم وصورتها، فما حبيتش أصورها للمرة التانية عشان ما أطولش عليكم. الديك طالع يجنن، ما شاء الله مستوي كويس، مفتوح قد ايه، وده اكبر دليل على التسويه. ريحه الفحم بقى مجننه الدنيا، الورق العنب مع الصوص اللي نازل منه، شويه السلطه الخضراء، الصوص، المقبلات الجميلة، سلطة الزبادي، الدقوس، كل ده عامل بجد عظمة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كانت معاكم سوا العريشي، وللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.